تعرفوا ان ورقة $100 دي مش اكبر ورقة في تاريخ الدولار في امريكا؟ تعالوا اقول لكم النهاردة اكبر ورقة او اكبر بنك نوت في الدولار الامريكي هي $100، بس تاريخيا دي ما كانتش الاكبر ورقة او اكبر قيمة للدولار موجودة. من القرن 19 لغاية عشرينات القرن العشرين امريكا طبعت ورقة ب500، ورقة ب1000، ب5000 وب10000. كانوا افيلبل للناس زي وزيك، كانوا بابليك، اي نعم كانوا نادرين بس كانوا افيلبل، ومينلي الحكومه كانت بتستخدمهم او عاملاهم اكتر عشان التعاملات الحكوميه والتبادل ما بين البنوك وبعضها. ويمكن سنه الحاجه و20 حاجه و30 ظهرت اكبر ورقه في تاريخ امريكا، $100,000. كانوا بيسموها شهاده الذهب. دي كان ممنوع الناس العاديه اللي زي وزيك يتعاملوا بيها، كانت بس مقفوله على التعاون ما بين البنوك، طبعا في الوقت ده عشان ما كانش فيه تعامل الكتروني ما بين البنوك. اخر ورقه اتطبعت من البنك نوت الكبير ده كانت سنه حاجه 40 43 45، وقفت نهائيا سنه 1969. وقفوها طبعا عشان خايفين من الماني لوندري، غسيل الاموال، وكمان لان خلاص ابتدت التبادلات الالكترونيه او التعاملات الالكترونيه ما بين البنوك. ورقه الدولار ام $100,000 دي شهاده الذهب، كان عليها كالعاده رئيس امريكي، كان الرئيس ويلسون اللي هو كان رئيس امريكا في الحرب العالميه الاولى. بقيه الرؤساء على الاوراق المختلفه دي هحطهم لكم تحت في الكومنتس. شكرا.